هيوصل بكره الساعه 12 الظهر. متشكره قوي. مع السلامه. مساء الخير. اهلا ست هدى، اتفضلي. لا يا شيخ، طب اسمع، طب هطلبك بعدين. اوكي، باي باي. اهلا، ازيك حبيبتي؟ ازيك يا سعاد؟ وحشتيني خالص. اخبارك؟ انا كنت في شركه الطيران وقالوا لي ان محمود جاي بكره. بالسلامه. ايه ده؟ انت لسه واخده على خاطرك من محمود؟ يعني سعاد، محمود يمكن يكون مقصر في حقك، لكن صدقيني هو معذور. اصبري عليه شويه. بلاش تعملي حاجه. قصدك ايه؟ انا كنت هنا امبارح واسمحي لي اقول لك، شفت وضع كده ما عجبنيش. انت بتتجسسي عليا؟ لا ابدا، ده انا كنت جايه اقول لك كل سنه وانت طيبه، ويا ريتني ما جيت. انت بتتكلمي كده زي ما اكون عملت جريمه. وضحي كلامك من فضلك. عايزه اقول لك يا سعاد ان انا ومحمود اتربينا في الحاره، يعني ولاد بلد، ومن طبعنا ان الست لازم تحافظ على سمعه جوزها خصوصا في غيابه. انت قلت الذوق. كتر خيرك. اتفضلي، مع السلامه. بس هرجع واقولك، لو محمود عرف حاجه زي دي مش هيحصل كويس. انا لا يهمني منك ولا من محمود بتاعك ده، انا حره. بقى البت دي اللي هتربي لك الرعب. اعمل ايه يا عادل؟ خايفه تقول لمحمود كلمه كده ولا كده. يبقى لازم تزيحيها من سكتك قبل ما تضيعك. ازاي؟ محمود بيثق فيها قوي. بسيطه، يشيل الثقه دي من قلب محمود. ازاي بس؟ مسكي لها غلطه، وقعيها في ذله. مش ممكن، هدى واعيه وحريصه قوي. خليكي ناصحه، كل شيء بالتدبير والاصول، مش كده ولا ايه؟ ايوه يا هدى. طيب انا جاي حالا. ايه في ايه يا محمود؟ لازم اروح المكتب، جبت اوراق معايا هدى لازم تنسخها النهارده. طب ما تبعت لك هدى حد ياخد الورق. لا دي اوراق مناقصه، واخاف حد يطلع عليها ويبلغ حد من المنافسين وتروح علينا الصفقه. محمود، امم كنت عايزه اقول لك على حاجه بس خايفه. خايفه من ايه؟ خايفه ما تصدقنيش. وهو معقول هتكدبي عليا؟ اوراق المناقصه اللي انت خايف حد يطلع عليها.
مالها؟ انا عارفه الرقم اللي انت مقدمه. مش معقول. انا لسه كاتبه النهارده الصبح وما قلتلكيش عليه. هو انت بتقول لي حاجه؟ كفايه تقول له هدى وبس. طبعا هدى لازم تعرفه، لكن انت عرفتيه ازاي؟ الورقه جوه الشنطه وانا قافل عليها في المكتب. طب اقول لك، الرقم 280,000 جنيه. مظبوط. عرفت ازاي؟ بتخمني؟ لا طبعا، بس سمعت هدى بتقوله في التليفون. سمعتيها ازاي؟ ارجوك ما تتنرفز. ارجوك يا سعاد اتكلمي، ده موضوع خطير جدا. كنت بطلبك وانت عارف لخبطه التليفونات، دخلت في الخط سمعت هدى بتكلم واحد وتقوله على رقم المناقصه. مش ممكن، مستحيل هدى تعمل كده. دي بتدي الفرصه لواحد غيري يقدم عطا اقل وياخد الصفقه مني. انا متاسفه يا محمود لو كنت ضايقتك. لا ابدا،